بطلنا يعقوب قاعد في مكتبه بيقرأ في كتاب من الكتب لحد ما صاحبه دخل ليه، وكان شكله مش طبيعي نهائي. قفل يعقوب الكتاب وبصله وسأله: مالك يا أسامة؟ مفيش. هو انت مفكرني عبيط واصدق ان مفيش فعلا؟ اتكلم يا ابني وقول في ايه. قلت مفيش يا يعقوب، كأن بشرتك بيضة على غير العادي. صاحبه طنش كلامه، فقام يعقوب من مكانه، وبمجرد ما حط ايديه على وش صاحبه حس ببرود غير طبيعي. انت جسمك سقعان كده ليه؟ بدون سبب. وابعد لو سمحت. هو انا واقف بتحمرش بيك يا جدع انت عشان تقول لي ابعد؟ ما تلمي نفسك شوية. تمام، استنى بس، اوعى تكون اتشكلت مع جنى عشان كده وشك مقلوب. بصله وما تكلمش، ويعقوب اتأكد انه متشاكل مع حبيبته، وكان رد فعله عليه انه ضحك. انا قلت لك من البداية ان الحب مش سكتنا، بس انت اخترت. اشرب بقى. خلاص يا يعقوب. هو ايه اللي خلاص؟ وبعدين انا قلت لك 1000 مرة انا مش مرتاح للبت دي. على العموم حصل خير، وانا شايف انك تبعد عنها اولى. بحبها. الحب الايام دي مش بياكل عيش يا اسامة. ابعد عنها واسمع مني، وصدقني عمرك ما هتندم. ما تتدخلش يا يعقوب في اللي مالكش فيه. زعل جامد يعقوب من أسامة لأنه بيخاف عليه، وعلى طول بينصحه للي شايفه خير. معقول احنا بينا الكلام ده؟ الظاهر ان احمد وانس كان معاهم حق لما قالوا ما يبقاش بينا عشم كبير. ايوه فعلا. اتحرك يعقوب ولسه هيخرج على برا، ولكن فجأة ايديه اتخبطت في حاجة واتعورت، وهنا أسامة بص ليه وعينيه اتحولت فجأة. هات قطنة او اي حاجة بسرعة اكتم اللي بينزل ده. أسامة أنا بكلمك. أسامة بدأ يتنفس بطريقة غريبة، وفجأة قام مسك يعقوب وعض رقبته وفضل يمص من دمه لحد ما يعقوب وقع على الأرض، وكان على وشك إنه يموت وبياخد آخر أنفاسه. الحقني الحقني يا أسامة، هموت. يعقوب سامحني يا صاحبي، أنا ما أقصدش أوصل بيك للمرحلة دي. أنا ما أعرفش أنا عملت كده إزاي. لو رنيت على الإسعاف دلوقتي هأذيهم. قصدك إيه؟ مصاصين الدماء؟ أيوة مع الأسف أنا بقيت مصاص دماء، لأن جنى طلعت منهم، بس ضحكت عليا وحاولتني غصب عني. هموت دلوقتي. سأله يعقوب، وأسامة فضل يبصله وافتكر الحاجات الحلوة اللي يعقوب عملها ليه، فقرر إنه بدل ما يخليه يموت هيحوله ويبقى زيه. وبعد شوية فاق يعقوب لقى نفسه كويس، بس جسمه أبيض من الأول بكتير، وحس بحاجات غريبة، والجرح مرة واحدة اختفى. بص على أسامة اللي كان قاعد جنبه. هتلاقي نفسك تعبان دلوقتي، عشان كده الأفضل إنك تاخد الكيس ده تشربه. أشرب إيه؟ أنت عبيط. لا مش هشرب القرف ده. براحتك، بس أنت لو ما شربتوش وطلعت برا هتلاقي نفسك عايز تموت أي حد. وبدأ يحكي لي عن التغيرات الفيزيولوجية اللي هتحصل لجسمه، ووقتها يعقوب فعلا شربه وخاف يطلع برا المكتب بتاعه. أما عن أحمد وأنس، قلقوا عليه جدا وجم علشان يطمنوا عليه. كان قاعد وحاطط ايديه على وشه، فدخل وقتها هما الاتنين. يعقوب. رفع يعقوب عينيه وبمجرد ما شافهم: اطلعوا برا. ليه؟ أنا بقولت اطلعوا برا. أحمد لو سمحت خد أنس واخرج. مالك في إيه؟ وقتها يعقوب ما قدرش يسيطر على نفسه وقال لهم كل حاجة وهو زعلان جدا. أنا قررت أروح الجزيرة اللي بيقولوا عليها حيوانات منقرضة وأعيش هناك لوحدي. أنت عبيط؟ يعني إيه تروح جزيرة؟ وارد إنك تموت فيها أصلا يا يعقوب. ما تقلقش يا أحمد، أنا مش هموت فيها، بالعكس أنا هتغذى عليهم هناك. ضحك أنس، وأحمد بص ليه علشان يسكت، ويعقوب في نفس اللحظة بدأ يجمع حاجته وكتبه وهم حواليه لحد ما أحمد اتكلم. لما انت هتمشي احنا وجودنا ليه لازمة؟ مش فاهم. يعني احنا التلاتة صحاب وهنفضل طول العمر صحاب. اتفضل حاولنا زيك دلوقتي. الحوار مش سهل يا احمد، انا مش كويس عشان بس لوحدك، انما لما تحاولنا انت هتكون كويس واحنا هنكون كويسين. يا احمد اسمع كلامي، ما تقولش يا احمد، ويلا نفذ انا جاهز. بص هما الاتنين على أنس اللي حرك راسه بلأ ولسه هيمشي، ولكن أحمد مسك وشده عليه. مش بمزاجك يا أنس. أحمد أنت بتتكلم بجد؟ أنا مش عايز أبقى زيكم، وبل بالعكس كمان أنا بحب حياتي هنا قوي. وأنت متأكد؟ هنبعد عنك ونروح في جزيرة لوحدنا. مع ألف سلامة يا أخي، مش هزعل أبدا. روح اتعالج، انت عار على الأصدقاء أصلا، يعني أبقى عار أحسن من إني أكون واحد عايش على طول.
رد يعقوب وقتها بهزار. لا ما تقلقش، مش هتفضل عايش على طول، لان جاهز مرة الدنيا تهف في دماغنا ونموت بعض. كلام يعقوب حقيقي، وعلى العموم انا بهزر معاك، ولو مش عايز تكمل في نفس الطريق انا عن نفسي مش هسيب صاحبي. انت تقصد يا احمد ان يعقوب صاحبك وانا لا؟ اكيد ان الغلاوة واحدة، بس دلوقتي يعقوب لوحده، انما انت معاك بشر كتير. يلا يا يعقوب. وفعلا يعقوب حوله قدام أنس اللي اترعب جدا وازداد رغبته انه ما يبقاش مصاص دماء. أحمد اتنقل مع يعقوب في الجزيرة اللي بيتكلموا عليها. المكان كان كويس بالنسبة ليهم هما الاتنين، وبعد مرور أسبوعين سمعوا صوت مركب ونزل منها أنس في الوقت ده وقرب منهم هما الاتنين. مش عارف اعيش وسط البشر العاديين وانا صحابي خارقين، هو ده انس. وفعلا قدروا انهم يحولوا صاحبهم انه يكون زيهم، وعدى سنة كاملة على الموضوع ده وهم عايشين مبسوطين، وكل اسبوع واحد فيهم ينزل يجيب الحاجات اللي عايزينها. في حين ان دخلت بسمة البيت على صحابها اللي كانوا قاعدين بيجهزوا نفسهم علشان السفر في مغامرة جديدة. خلاص انا عرفت اجهز يخت المكان اللي احنا عايزين نروح ليه، ولكن بيقولوا ان الجزيرة عليها حيوانات برية كتير. ردت وقتها سما بحماس. برية؟ اموت انا وعيد السنة. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم انتوا الاتنين، يعني يرضيكم كده ارجع متاكلة؟ ما تقلقيش يا غزل، اللي بيبقى خايف من الحوار مش بيحصل ليه حاجة، واللي قلبه ميت زي انا وسما كده بيموت بجد. بصراحة يا بسبوسة مش متفائلة الصراحة. عنك يا اختي ما تفائلتي، المهم ان احنا هنروح سوا. ده اللي قالته سما. وفعلا راحوا في اليخت اللي كانت بتسوقه بسمة ومبسوطة جدا. نزلوا على الجزيرة وفجأة غزل اتكلمت. هو ممكن يبقى فيه هنا مصاصين دماء؟ ايوه سما لو سمحت ما تهزريش، انت عارفة ان الحاجات دي بتخوفني. حلال فيك الخوف على فكرة، وبعدين 200,000 مرة قلنا ما ناخدش على كلام سما. ما هي اللي بتخوفني يا بسمة ومش بتحترم ان انا بترعب. بكرة يجي الاقوى منها. يا رب يا اختي يا رب. بسمة شافت شجرة موز وكانت رايحة عندها، وفجأة جه واحد من وراها. بتعملي ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. جرى يا جدع، انت بتخدني كده ليه؟ بتعملي ايه هنا؟ وانت مالك يا اخويا؟ ولا يكونش جزيرتك وانا معرفش؟ امشي من هنا. طب اللي عندي فيك مش سايبه المكان، واللي عندك اعمله واتفلق بالمرة كمان. انتي لسه هيتكلم وكان هيعاقبها بطريقته لولا صوت يعقوب. اللهم اخزيك يا شيطان، نورت الجزيرة يا مدام. مدام ايه يا عينيا؟ شايفني ماشية بكرش وحواليا عيلين ولا ايه؟ كسبان. نعم. لا ولا حاجة، ما تحطيش في بالك. ولا حط يا اخويا كله في جزمتي. بس قولي هو انتوا بيض كده ليه؟ ده انا حاسة من كتر بياضكم اني واقعة في كرتونة بيض. تسلمي، مفيش ابيض منك على فكرة. قالها احمد وقتها وهو مربع ايديه، فبصيت له بغيظ. ما انت لو محترم ما كنتش رديت بالطريقة دي. يلا على العموم انا جاية مع اصحابي في جولة هنا واتشرفت بمعرفتكم. انا اشرف منك. في اللحظة دي يعقوب كتم ضحكته وبسمة بصت ليه بقرف. يليق بيك يا شريف قوي، عيل منسون بصحيح. ضحك يعقوب وهي مشيت لعند غزل اللي قالت شفت حتة واد، انما ايه ابيض من التلج. بطلي تحوير عليا يا غزل، ما انا كنت معاكم ما شفتش حاجة. يوه يعني انا بكدب يا سما؟ بقولكوا ايه انتوا الاتنين، انا كمان شفت واحد ابيض من البيض والتاني اصفر من صفار البيض. امال انا حظي فارق كده ليه يا بسمة؟ الا يا رب ما شفت كلب يهوهو عليا لونه ابيض حتى. هاو هاو. كلهم بصوا على يعقوب اللي قال كده وشافوا ال3 شباب، وفي اللحظة دي بسمة لوت بقها. هما دول بقى؟ ما شاء الله مفيش واحد فيهم يفتح النفس. لا ازاي؟ مش كفاية حضرتك تسدي نفس بلد؟ هيبقى احنا وانتي. لا ما هو واضح، خليك راجل بقى وغور من هنا، وانت شبه الاجنبي كده. كلهم بصوا ليها ويعقوب شد احمد في الوقت ده. كفاية بقى يا احمد، انا مش لاقي كرامة لمها. هو انا ليه حاسس بكده؟ بس حابب انقذ الموقف. محدش يجيلك في موقف يا حبيبي. قال كده وبص لبسمة. هو في ايه يا انسة؟ ولا خدوهم بصوت يغلبوك؟ ما تسيبي شوية من كرامة ابننا، يرضيك يتجوز من غير كرامة؟ في اللحظة دي اتكلمت سما بنحنحة. لا ملكيش حق يا بسمة خالص، الولد يا حرام بقى له كرامة. احمد حس ان كلهم بيحفلوا عليه. حضرتك هتفضلي في الجزيرة يبقى تفضلي باحترامك وتعرفي بتقولي ايه من بقك،
واخدة بالك يا بسبوسة؟ قالك تعرفي بتقولي ايه من بقك، انما لو حاجة تانية كان عادي. اعملي يا بنت اللي انت عايزاه. على حسب الحاجة بقى. بقولك انت وهو احنا مش بناخد اذنكم اصلا، وخلاص اخدنا قرارنا ان احنا هنقعد في الجزيرة دي. انس في الوقت ده اتكلم بسماجة. انا موافق جدا، وحاسس انكم هتنورونا، خصوصا ان فيكم ناس ساكتة وزي القمر. قالها انس وهو بيبص الغزل. فاتكلمت سما بحدة. ما تخليك في كوزك لحد ما نعوزك يا جدع انت، مش عايزين نسمع صوتك دلوقتي. لا ملكيش حق خالص يا سما، الشباب ليهم حق يتكلموا، ولا ايه يا بنات؟ هما فين البنات؟ انا مش شايف ايوتها بنات. اخص عليك، يعني تبقى موجود وواقف وسطنا كده وتقول هما فين البنات؟ في اللحظة دي يعقوب اتنرفز جدا وقرب من سما اللي طلعت تجري، وفجأة تاهت في الجزيرة. ويعقوب رجع بكل برود. فبسمة سألته فين سما؟ معرفش، انت هتهزر معايا ولا ايه؟ اختي فين يا بتاع انت؟ مش عارف، بس اعتقد لو حضرتك لقيتيها في بق تمساح او تحت جناحات صقر او نسر تقريبا، ابقي اتكلمي وقتها، حس كده بقى نبقى نيجي نشدها وتاخديها وتمشي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ. شكرا. قال كلامه بنبرة باردة، وهم مشوا يدوروا على سما اللي كانت بتبص حواليها وبتعيط. وفجأة شافت يعقوب واقف بعيد، فلسه هتنادي عليه فاختفى. صرخت من فزعها في الوقت ده. معقول الواحد بقى يتوهم حاجات كده في الجزيرة العبيطة دي؟ لا مفيش وهم ولا حاجة، انا هو. بسم الله الرحمن الرحيم. انت بتعمل ايه هنا يا اخويا؟ بعمل محشي، تاخدي طبق. ومين سمعك؟ ده انا هموت من الجوع، ولقيت فيه سبط موز بس في قرد طلع عليه واكله كله. حسبي الله ونعم الوكيل فيه هو وكل الرجالة. وبعدين فوق من الكلام اللي يخليني اسيبك وامشي بضمير مستريح ده. حرام عليك، هو انت لو عندك اخت زي القمر زيي تسيبها كده لكلاب الغابة؟ وهي اختي اصلا تقدر تمشي وتيجي هنا لوحدها؟ انت قلبك اسود كده ليه؟ حاضر، هخليه في حلوية بس عشان ترضيه. كشرت وقتها وما ردتش عليه. وبعدين شاور ليها ورجعوا عند البنات اللي كانوا واقفين وقتها، واحمد واقف جنب بسمة، وانس واقف جنب غزل. ما تزعليش نفسك يا قمر، بإذن الله ترجع بأقل الخسائر الممكنة. وإيه هي الخسائر دي؟ مش حاجة كبيرة يا أنسة، ممكن تبقى ناقصة دراع، رجل، رقبة، عرق مليان دم. شم فجأة بطريقة ملحوظة، والبنات بصوا لبعض، ووقتها هو ضحك. فيعقوب قرب منهم واتكلم بسرعة. دي دعابة مش أكتر، أحمد كده يموت في الهزار. أتمنى إنكم ما تاخدوش كلامه على محمل الجد. أقولك على حاجة، هو شبه لونه بالظبط. صحيح يا أحمد، ممكن أسألك سؤال؟ أكيد اتفضلي. نوع البودر اللي بتليطه على بشرتك ايه؟ أصلك اسم الله عليك أبيض من البيت بصراحة. سما ضحكت من قلبها، ووقتها يعقوب بص عليها. وبعدين البنات اتفقوا انهم هيرجعوا ومش هيفضلوا في الجزيرة الغريبة مع الشباب الأغرب دول. وبعد فترة من الوقت، خلاص يا شباب، فرصة تعيسة جدا وبإذن الله ما تتكررش تاني، واحنا مضطرين نستأذن. من لهجتنا باين ان احنا ولاد بلد واحدة، وانا شايف بقى الاولى تكملوا السياحة بتاعتكم زي ما كنتوا ناويين، واحنا اكيد هناخد بالنا منكم. قالها يعقوب بسرعة وهو بيبص على سما اللي قالت يا اخويا خد بالك من نفسك وانت عامل زي القرد كده، الواحد شافك قدامه وفي لحظة لقاك وراه. هو انتوا الاتنين زي الفيران كده، في اكل جبنة محدش ملاحق عليكم. لا بقولك يا حبيبي اقف مع وجه واتكلم عدل، واعرف انت بتكلم مين. دي اختي على فكرة، ودي منطقتي على فكرة. ضحكوا كلهم، وبعد ما كانوا هيمشوا يعقوب اقنعهم انهم يفضلوا. وفعلا البنات فضلوا في المكان، لقوا بيت خشب على البحر، وده اللي الشباب خلوهم يفضلوا فيه. وكان الاتفاق انهم يقعدوا اسبوعين بس. الشباب كانوا قاعدين سوا، فأنس اتكلم. انا مش فاهم يا استاذ احمد، انت اخترت يقعدوا في بيت بعيد عننا ليه؟ بصراحة بقى يا انس، انا دلوقتي طرف محايد ما بينك انت واحمد، يعني كان نفسي يبقى قريبين، لان بصراحة البت سما دي طلعت زي القمر وعجبتني، وفي نفس الوقت احنا بيجي علينا وقت مش بنقدر نسيطر على نفسنا، وبعدين في الاول وفي الاخر دم البشر غير دم الحيوانات بالنسبة لينا. بس انا اقدر اسيطر على نفسي على فكرة. ابوس ايديك يا انس، ابعد انت عن السيطرة خالص. هو انا هنسى يوم ما جت مجموعة سياح الجزيرة وحضرتك ما شاء الله شربت من دمهم كلهم؟ بصراحة كانوا زي القمر وريحتهم طالعة كده. يعقوب بضحك. وبصراحة بقى البنات بيفكروني بالفراخ المشوية اللي عليها توابل ونازلة من على الفرن على طول. ضحك
أحمد عليهم هما الاتنين، وبعدين بص على يعقوب اللي قاله: في حاجة يا أحمد؟ لا مفيش، بس أنا عايزك تفتكر دايما إن إحنا مش شبههم، وما ينفعش نحبهم يا يعقوب. كون واحد زينا يحب واحدة بشرية فأنت بتحكم عليها بالموت. عارف يا أحمد؟ يبقى تاخد بالك. تمام، وممنوع يا ناس انت كمان تروح عندهم. ماشي. وما خلاص يا عم أحمد، هو انت عايز دور أبويا كده ليه؟ تصدق بالله أنا غلطان إني بتكلم مع واحد زيك. الله يسلمك يا حبيبي، تسلم من كل شر. ضحك أنس عليهم هما الاتنين. وبعدين عدى 3 أيام، وفي يوم كانت بسمة واقفة على البحر. يا لهوي، المية متلجة كده ليه؟ شبه وش الواد أحمد قوي. وايه لازم تجيبي سيرتي بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا اخويا انت بتعمل ايه هنا ومن امتى؟ من أول المية متلجة. اتحرجت منه وحست بتوتر كبير. البنات بالليل كانوا محتاجين سناكس، فما فيش مكان نشتري منه قريب. والله حضرتك مش واخدة بالك إن دي جزيرة مش ديزني لاند. بقولك ايه، ما يا تقول كلمة عدلة زي الناس يا تقطم خالص. عيب على فكرة الأسلوب ده. العيب في الجيب يا اخويا. أنا أسمع كتير عن بنات المدينة إنهم في غاية الرقة، وناس هادية كده وكيوت، ومش بترد الكلمة ب10. ايوه يا حرام، بس من ساعة ما شفت حضرتك يا أنسة بسمة وأنا حاسس إنك ما تفرقش حاجة عن الراجل. انت بتغلط في انوثتي؟ هي فين الأنوثة دي؟ ولا يمكن قصدك على المكتوب في البطاقة؟ الفكرة بس اللي بتكتبيه في الاستمارة هما اللي بيكتبوه خلاص. في مثل بيقول الرد على عبيط بيعمل له صيت، فأنا مش هرد عليك. ماشي يا عبيطة. صرخت من غيظها وكان باين عليها انها منفعلة جدا. أنا متحمل بقالي 200 ساعة استفزازك، فخليني استفزك شوية. معاش ولا كان اللي يستفزني يا عينيا. خلاص أنا آسف. وعلى فكرة بعد شوية أنا رايحة أشتري حاجات من المدينة، فممكن تيجي في اليخت بتاعي. لا شكرا. الأمور دي بالذات ما فيهاش كرامة، لأن احنا هنا في جزيرة مقطوعة. مش حوار كرامة، بس مش أي حد أمشي معاه. معاكي حق في دي. ما مش معقول واحد زي القمر يمشي مع واحدة مالها بقى؟ زي القمر يعني. بحسب. لا يطرح المرة الجاية. يو بقى بعد إذنك. مشيت شوية وهو كان بيضحك مكانه، وبعدين لفت لي ورجعت له. ما تروحش المدينة من غيري عشان أنا عايزة فعلا حاجات. تحت أمرك. اتكسفت منه جدا وراحت جهزت نفسها، وبعدين راحت معاه في اليخت. وفجأة وقف في نص البحر وهي اترعبت، فبصت له وسألته هو في ايه؟ تقريبا في سمكة قرش مسكت اليخت من تحت. يا لهوي، انت بتهزر صح؟ وهي الحاجات دي فيها هزار بس؟ دلوقتي هيحصل هزة وهنقع في البحر، وبعدين القرش هياكلنا صح؟ جايز، وجايز حد فينا يقدر يتنجد، بس ممكن تبقى ناقصة رجل، ناقصة نص ايد كده يعني. أحمد أنا خفت على فكرة. كانت على وشك إنها تعيط، إلا إنه ضحك وقتها. أنا مقتنعة اقتناع تام إنكم غلابة بجد. أنت بتضحك عليا؟ اعتبريه انتقام بطريقة أحمد. بصت له بغيظ وكانت ناوية إنها تردها ليه، بس مش دلوقتي. وبعد شوية وصلوا على المدينة هما الاتنين. أما عن سما كانت ماشية في الجزيرة بتبص على الأشجار بحماس باين، كأنها أول مرة تشوف الحاجات دي. فيعقوب جه من وراها في الوقت ده. بخ، أبو تقولي دمك يا أخي، خير بتخدني كده ليه؟ صدعني أنا تحت أمرك. شفت بنت الخالة اللي مجرد ما يقول لها ابن الخالة ازيك فبتقوله يا دبلة الخطوبة؟ أو ده حضرتك دلوقتي في اللحظة دي. تمام يا ابن الخالة، اتفضل بقى اتكل على الله وسيبني في حالي. ليه بس يا سمسم؟ ده احنا بناخد وندي بشكل ودي. وهو حضرتك مين بقى علشان اخد ودي معاك؟ طب ما تيجي افرجك على الجزيرة، ومن هنا نعرف ناخد وندي بشكل ودي. بجد؟ يعني مش هتاخدني في مكان محدش يسمعنا فيه وتستفرد بيا؟ أعوذ بالله من أفكار الشيطان اللي بتطلع فجأة للبنات. وبعدين أنا حتى لو استفردت بيكي في المكان اللي انت فيه دلوقتي مين هيسمعنا؟ جايز أنس. وهو أنا لو زعقت لأنس وقلت له ما تقربش هيقدر يجي؟ أيوة هيقدر، بحكم الرجولة والنخوة لو تسمع عنهم. الاسم سما، الوظيفة فعص الخواطر. تستاهل ولا ما تستاهلش؟ أي حاجة منك يبقى أكيد هستاهلها. اتكسفت من كلامه وبعدين مشيت معاه، وفضل يوريها الجزيرة ويشرح ليها الأماكن وأنواع الشجر وحاجات كتير هي مش هتستفاد منها بحاجة، بس كانت مبسوطة إنها كانت معاه. إيه الشجرة دي يا يعقوب؟ كبيرة أوي وجميلة.
النخيل الملوكي، دي شجرة طولها بيوصل ل30 متر وممكن أكتر كمان، ومش هتلاقيها في كل الأماكن، وكمان كل 3 حلقات بتمثل سنة من عمرها. الورق بتاعها جذاب قوي، ونفسي في ورقة واحدة حتى. بس كده، تحت أمرك. هو ايه اللي تحت امري يا يعقوب؟ مفيش انسان طبيعي اصلا يقدر يطلع يجيب ورقة من دي. لفي راسك بس وعدي من 1 ل10. لفت فعلا وبدأت وقتها تعد، وهو طلع على الشجرة وجاب لها ورقة ونزل قبل ما تخلص عد، وبمجرد ما شافتها فضلت تتنطط زي المجنونة وكانت مبسوطة جدا. انا مش مصدقة انك جبتها، قولي عملتها ازاي؟ ما ينفعش نقول لأي حد سر المهنة. ما تبقاش غلس بقى يا يعقوب، ولا يكونش كان في ورقة واقعة هنا ولا هنا وانا ما اخدتش بالي. حاجة زي كده. يعني انت عمال بتخدعني؟ اخص عليك يا يعقوب. ضحك وقتها وفضل مكمل معاها اليوم كله، في حين ان بسمة كانت واقفة في محل عمالة بتنقي سناكس، واحمد جه من وراها في اللحظة دي. الحلو بيعمل ايه؟ هكون بعمل ايه يعني؟ اكيد مش بلعب ومستنية حضرتك تقولي كفاية. ده اسمه ايه؟ فستق. وده بندق. وده لؤلؤ. في ايه يا احمد؟ هو انا جوجل الخاص بيك ولا ايه؟ انت طولي تبقوا جوجل لواحد قمر زيي. وقتها كانت واقفة بنت وسمعته وهو بيقول كده، فاتكلمت وقتها برقة مصطنعة. في دي معاك حق خالص يا فندم. وهو انا يا اختي مش مالي عينك خالص يا فندم ولا ايه؟ ما اقصدش، بس هو في حاجة ولا ايه؟ في ان حضرتك بتلمحي انك بتعاكسي جوزي. جوزك؟ بصت بسمة ليه وخلته يسكت وقتها، وبعدين اشترت كل حاجة وحسبت وطلعت على برا. لا والله فرحان انت بلمة البنات حواليك، صح؟ ما طبيعي افرح يا بنتي، ده ابسط حقوقي. حقوقك في ايه بقى؟ شاب وسيم طول بعرض بحلاوة وبياض. اسكت بالله عليك، عشان كله كوم وبياضك ده كوم تاني. انا مش فاهمة انت بتعجب البنات على حزن ايه؟ دايما اسمع ان البنات بيغيروا من بعض، بس اول مرة اسمع ان البنات بيغيروا من الشباب. انت واخد ملف في نفسك كبير قوي على فكرة، واعتقد لو الحوار زاد عن حده محتاج انك تشوف دكتور نفسي. دكتور نفسي عشان يقول لي حلاوتي الزايدة دي ايه مصدرها؟ حلاوتك الزايدة؟ خليني ساكتة. طب يلا يا اختي، زمان اخواتك قلوا عليك جامد. رجعوا سوا عن طريق اليخت، في حين ان غزل كانت واقفة قدام بيت الشباب بتخبط على الباب، وأنس صحي وبعدين فتح الباب وقتها، وأول لما شافها: خير؟ ألف خير يا أخويا، ده أنا كنت جاية أقولك عايزين بصلتين لزوم الفرخة. مش فاهم، احنا بناكلش فراخ بس بناكل دمها عادي. نعم، زي ما بقولك كده، شوفي بصلة عند حد من الجيران التانيين. أنس، هو احنا فين؟ في الهدوم. طب ممكن تطلع منها وتكلمني عادي زي الناس وتفولي كده؟ اطلع منها، وبعدين بقى فيلة الاحترام دي ما تاخدي بالك من كلامك يا أنسة. انت فهمت ايه؟ اللي انا فهمته دلوقتي مش بيتقال، ده بيتفهم يا قطة. طب غور بقى، وانا غلطانة اصلا اني جيت اتكلم مع واحد حمار زيك. انا لسه بقول انك الهادية المحترمة اللي فيهم. ثواني بس، اوعى تكون قاصد ان اخواتي مش محترمين. بتوقعي الواحد في الغلط ومفيش في نيته اي غلط. لا قصدك كده، وانا هقول لبسمة وسما وهخليهم يجوا يروقوا عليك علشان انت ما تربيتش. طلعت تجري وقتها وهو طلع وراها، وكان لابس هدوم نومه اصلا. جري بسرعة البرق ووقف قدامها، فاتفزعت جدا ورجعت خطوة لورا. وبعدين معاكي؟ انا واخدة اسرع واحدة في الجري. انت ازاي لحقتني كده؟ زي السكر في الشاي. هو محدش قالك في المدرسة ان عيب ان احنا نفتن على حد؟ لا بس قالوا لي قليل الادب ياخد على دماغه. ما تغلطيش عشان ما تزعليش. هغلط براحتي. لسه هيقرب منها فاتفزعت منه وشاورت بايديها: استنى كده، الحقوني يا ناس. بدأت تصرخ زي المجنونة وتمشي في المكان بعشوائية لحد ما يعقوب وسما جم على صوتها. مالك؟ في ايه؟ الحقيني، بيحاول يقرب مني بطريقة غير صحيحة اللي ما ترباش. ما حصلش، دي كدابة. انا اختي عمرها ما تكذب، وبعدين ما تعرفش يعني ايه كدبة اصلا. تلاقيكم دافنينه سوا عشان كده بتدافع عنها. امال هدافع عنك انت؟ وبعدين انت تقصد ان احنا الاتنين كدابين؟ طب احنا هنرفع عليك قضية ونشوف مين فينا اللي كداب. الحوار ما يستاهلش يا سما. لا يستاهل يا يعقوب، عشان بعد كده يعرف هو بيتكلم مع مين. يعقوب بص لأنس وكان هين عليه يموته في اللحظة دي، لأنه ممكن الموضوع يكبر ويجي حد يدور عليهم. فاتكلم أنس في الوقت ده:
لا طبعا انا ما اقصدش اللي حضرتك فهمتيه يا انسه سما، وعفى الله عما سلف. ما كانش ده كلامك من شويه وخلاص. انا اخدت قرار ان احنا نرفع قضيه. أنس وقتها اتنرفز بشكل كبير وبدأ يخبط في الحلل زي ما بيقولوا. قضيه في نافوخك يا شيخه. بقول لك يا بنت انتي، هو انتوا ما صدقتوا حد يبص ليكم فعايزين تدبسوا فيه وخلاص؟ انت تقصد ان احنا وحشين؟ اللي على راسه بطحه بقى. في اللحظة دي وقفت غزل قدامه. بس يا مقشف يا معفن اللي شبه البومة البيضة، هو انت مفيش مرايه في داركم يا دنتا ولا ايه؟ طب انا بقى هرفع قضيه. في الوقت ده جت بسمة وأحمد على كلامهم فسألهم وقتها في ايه؟ سما حكت لبسمة على كل حاجة، والتلاتة دماغهم وألف جزمة يقدموا بلاغ في الشباب. هتقدمي بلاغ؟ انا كمان هقدم بلاغ انك قلت انك مراتي. مراتك؟ البنات قالوا كده، وبسمة اتمنت لو الأرض تنشق وتبلعها. أنا شايفة بقى يا بنات إن احنا نلم الحوار، وأحسن وأشرف لينا كلنا. يعني لازم الواحد يبين لكم العين الحمراء عشان تتعلموا حلو؟ الحمراء دي تبقى البطيخة اللي اشتريتها يلا. يلا يا بنات. مشي وقتها وأحمد كان بيضحك عليهم، ومن هنا نقدر نقول بدأت الأيام تعدي، والتلاتة كانوا قاصدين بعض، وطبعا اللي كانوا عايشين في العسل من البداية هما يعقوب وسما. وفي يوم قام يعقوب بدري لقى أحمد واقف فسأله: في حاجة يا أحمد؟ لا مفيش. انت رايح فين بدري كده؟ ألف لفة مع سما تشوف الجزيرة أكتر. يعقوب، انت مش حاسس ان علاقتك بسما بدأت تاخد مجرى تاني؟ أحمد، قبل ما تعلق عليا شوف انت بتعمل ايه مع بسمة. بس يا يعقوب انا عارف حدودي معاها، انما انت حدودك بدأت كده كده تتجاوز، والبنت فعلا بدأت تحبك. يعقوب سكت لأنه حس بكده فعلا، فرن عليها وعرفها إنه مش هيجي ورجع ينام تاني. بس في اللحظة دي ما جالوش نوم أبدا. عدى كام يوم وسما كانت مستغربة إنه ازاي بعد عنها فجأة كده، وكل لما تكلموا علشان يقرب يبعد أكتر. وفي يوم كان أحمد واقف مع بسمة اللي عمالة بتحاول تصطاد سمك من على المركب. أنا زهقت يا بسمة وعايز أخلص. الصبر بس يا أستاذ أحمد. صبر إيه؟ ده أنا أروح أشتري السمك ده أكرم ليا. إن ما تعبتش فيه مش هتحس بطعمه. وبعدين أنت مالك نازل زن كده ليه ومش بتزهق؟ علشان زهقت بس من صيد السمك. يعني حضرتك عايز مني إيه دلوقتي؟ هو أنا غلطانة يعني؟ أنا عايزة أكلك سمك بس من شقة عمرك. قلب عينيه بتريقة منها. وبعد ساعتين رجعوا هما الاتنين سوا بسمك، وبدأوا يشووا السمك، وطبعا كانوا بيتكلموا ويضحكوا وشوية يتريقوا على بعض. وبالليل جمعوا الكل علشان ياكلوا، وطبعا سما استغلت الفرصة انها تتكلم مع يعقوب، ويعقوب تجاهل انه يبص لها حتى. واول لما خلصوا بسمة قالت: يا رب يطمر فيكم تعب انا واحمد. اخيرا حضرتك اعترفت ان انا تعبت فيه. هو انت مالك مقلية كده ليه؟ وبعدين انا قلت غير كده؟ خلاص يا جماعة، الأستاذة بسمة هترجع تتقمص من تاني، واحنا ما صدقنا انها تشوفنا حاجة كويسة. عقبال ما ناس تانية تشوفنا حاجة كويسة مش بنقرب منهم بدون سبب. قالها أنس وهو بيبص لغزل اللي قالت: كل واحد يحترم نفسه يا أستاذ الكائن الأبيض انت، وبعد كده ابقى اتكلم. وفي الوقت ده اتكلمت سما بدون مقدمات: ما تيجوا نلعب بصراحة واسألكم. الفاضي لما يفتح بقه، قالها أحمد بطريقة، فبسمة اتعصبت منه جدا، وعشان كده شجعت فكرة سما. وفعلا بدأوا هما الستة يلعبوا سوا، وكانت لعبة أسئلة. وبمجرد ما الإزازة جت على أحمد بسمة سألته: أنا هسأله يا جماعة، هو أنت ليه بارد ودمك أبيض وتقيل على المعدة؟ عشان اتعرفت عليكي. ضحكوا كلهم. وبعدين الإزازة بعد كده جت على غزل اللي سألها أنس: طلع حلوة لمين؟ للست الوالدة. ضحكوا كلهم تاني، وجه السؤال اللي بعده على أحمد، وبدأ يسألوا بعض. بس الإزازة مش راضية تيجي أبدا على يعقوب، فسما اتكلمت وقتها: احنا كده هنفضل مطولين ومش هحقق غرض اللعبة. ثبتتها على يعقوب في اللحظة دي: دورك. نعم. هسألك. الحوار في منه غش بس تمام، اتفضلي. هو أنا ليه كل لما بقرب منك بحسك بتبعد عني؟ وليه طالما انت ناوي تبعد قربت ليه من الأول؟ وانا ذنبي ايه ادفع تمن الغلط ده بمشاعري؟ وقتها احمد اتدخل علشان ينقذ الموقف من اوله وما يتطورش. كل واحد حر في مشاعره يا ست سما، ولا احنا المفروض نغصب اللي بنحبهم؟ هو انت بتتكلم معاها كده ليه؟ وبعدين لما هي توجه ليك كلام ابقى اتكلم وافتح بقك يا اخويا ورد. انا ما وجهتش لحضرتك يا استاذه بسمه كلام، وبعدين هو مش بيحبها، هي اللي بتحبه. ثانيه بس،
هو انا ليه حاسه انك واخد ملف في نفسك كده وانت ولا اي حاجه؟ ما تحترمي نفسك وانت بتكلميني، وانت احترمي اختي قبل ما تتكلم معاها علشان ما ازعلكش. وبعدين لما هو مش قد القرب بيقرب منها ليه من الاول؟ كان بيخليها تصحى من الصبح بدري علشان تتمشى معاه ليه؟ ولا في حاجه حضرتك مخبيها معاه؟ احنا مش مخبيين حاجه. لا ما هو واضح من ملامحك. خلاص بقى. لا مش خلاص. واتفضل يا استاذ يعقوب رد عليها، بحق ما حضرتك خليت اختي تقضي ليالي عماله بتعيط. يعقوب ما ردش وقام من مكانه، وكان لسه هيمشي فقالت: قبل ما كنت تقرب من بنات الناس كنت خليك راجل، عشان ما ينفعش بنتين يحبوا بعض. في اللحظة دي يعقوب فقد السيطرة على نفسه، وكان هيموت بسمة فيها، وفجأة عينيه اتشدت جامد وبشرته بقت أبيض أكتر وأنيابه طلعت ولسه هيهجم عليها. أحمد وقف بسرعة وزقه، وهنا البنات كانوا مصدومين من رد فعل يعقوب. بسمة وسما وغزل بدأوا يعيطوا، فبسمة زعقت في أحمد في اللحظة دي: ممكن أفهم هو عمل إيه؟ ردي يا أحمد. روحوا مكانكم يا بسمة. مش هروح. واتفضل بقى، أنا عايزة أفهم أحمد هو عمل إيه؟ وانتوا زيه ولا لأ؟ خلاص يا بسمة. لا مش خلاص، ولو ما قلتش أنا هروح أبلغ عنكم وهقول إنكم مش بشر. هأذيك يا أحمد أنت وهو. في اللحظة دي قرب أنس منهم وحكى لهم على كل حاجة، والبنات ما كانوش متوقعين ان في حاجة زي كده اصلا في الحقيقة، وكل تفكيرهم ان الحاجات دي بتبقى في روايات الخيال وبس. هو ده حقيقي يا احمد ولا هو بيلعب عقلنا؟ حقيقة يا بسمة، بس ما كانش ينفع ان احنا نقول ليكم علشان ما تخافوش. وايه اللي جد؟ قالتها سما. فيعقوب سابهم ومشي، والبنات رجعوا كلهم على الكوخ بتاعهم، وكذلك الشباب، والكل كان ساكت لحد ما بسمة قالت: احنا لازم نمشي من هنا قبل ما يفكروا يأذونا يا بنات. يعقوب قرب مني وكان على وشك يموتني، وما تستبعدوش ان الباقي يعمل كده. ايوه يا بسمة، بس احمد وانس ملهمش ذنب خالص، كلهم نفس الطبع، ووقت ما يتعصبوا هيتغيروا. ولا ايه يا سما؟ اللي تشوفيها بسمة. خلاص طالما احنا خايفين يبقى نسيبهم ونمشي، بس قبل ما نمشي هنسيب لهم رسالة زي ما سابوا جوانا اثر حلو. قالت كده غزل، فبسمة اكدت كلامها، وكل واحدة فيهم كتبت رسالة حتى سما، وحطوها قدام البيت بتاع الشباب، وبعدين مشيوا على طول. وتاني يوم الصبح كان يعقوب لسه صاحي، وأحمد قال له: انت لازم تعتذر من البنات على اللي عملته امبارح. مش هعتذر من حد. ايوه بس انت غلطت يا يعقوب، ولولا ما انا وقفتك كنت على وشك تموت بسمة. انت عارف كويس اوي انها تستاهل اكتر من كده. زي ما انت حبيت سما انا حبيت بسمة يا يعقوب، وانا مش هسمح ليك بكده. وزي ما بعدتني عنها وطلعت اسوأ ما فيا قدامها هتبعد عن بسمة. أنس في الوقت ده فتح الباب، لقى الرسايل قدامه ومكتوب أسمائهم عليها، فمد إيديه بالرسالة ليعقوب: دي بتاعتك ودي بتاعت أحمد والظاهر من البنات. كل واحدة فيهم كانت كاتبة في الرسالة إنها بتحب الشخص ده، بس الظروف جبرتها إنها تمشي، لأنها حابة حياتها كبشرية ومش عايزة تتغير لحاجة تانية، ومش جاهزة تموت بالطريقة دي. إلا سما كتبت رسالة واحدة بس: أنا مش مسامحاك. أما عن البنات رجعوا لروتين حياتهم العادي، بس طبعا كانوا مفتقدين شيء وهم الشباب. وفي يوم كانوا دول قاعدين سوا ودول قاعدين سوا، فأحمد اتكلم في الوقت ده: أنا ما عدتش قادر على الحياة دي، ولو ما رجعتش ليه أنا مستعد أروح أموتها. أنت أكيد بتهزر ومش بتتكلم بجد. مش بهزر يا أنس، أنا قررت فعلا إني أروح لها، وهي بقى قدامها 2 أوبشن: الأول تيجي وتتحول وتكون زيي، يا إما التاني أموتها وما تبقاش موجودة في الدنيا. التاني حلو يا أحمد، وهيريحني الصراحة منها، عشان أنا مش بطيء اللي اسمها بسمة دي. من القلب للقلب رسول يا يعقوب. تمام يا أحمد، وانت لو فكرت انك تروح ليها صدقني انا هروح اموتها قبل ما تسألها اصلا، واعتبره انتقام يا صاحبي. انت بقيت شرير وقلبك اسود. يعني لما انت قلت لي ابعد عن سما كان قلبك عليه سمسم ومكسرات، ودلوقتي لما بقولك ابعد عن بسمة بقى قلبي اسود. طب انا يا جماعة ماليش دعوة باللي بيحصل ما بينكم، فخلوني بقى اروح اجيب البت غزل اللي حيلتي واكمل حياتي معاها. افهم يا ابني، هي مش عايزة تبقى مصاصة دماء زي اصحابها. منك لله انت وهو، انتوا السبب في اللي انا وصلت ليه. من الاول ما كنتش عايزة الشورى السودا دي. وعند البنات انا مش قادرة ارجع لروتين حياتي الطبيعي، عشان كده اخترت ان ارجع الجزيرة من تاني واكمل حياتي مع احمد، وانا حقيقي مش قادرة اقعد من غير انس. وانت يا سما عايزة ايه؟ مش عايزة حاجة ومش هرجع. انتوا الاتنين مع الف سلامة،
بس انا اكمل حياتي هنا، وبالنسبه ليا ما كنتش اعرف واحد اسمه يعقوب اصلا. سما، الحكايه من البدايه بدات عندك انتي. احنا من الاول سبب المشكله كان عشانك، وهو لو عنده ذره مشاعر ناحيتي كان حكالي يا بسمه وساب لي اختار، بس هو اختار بناء عني وعنه. يبقى خلاص، بس انا هرجع، ربنا يوفقكم. وفعلا البنات رجعوا إلا سما اللي بدأت تكمل حياتها وكأن ما حصلش حاجة نهائي. المركب وقفت في اللحظة دي والبنات نزلوا منها، وكان أحمد واقف عند المركب بتاعته وكان ناوي يروح لها أصلا في الوقت ده. وأول لما شافها ابتسم تلقائي. بتعملي ايه هنا؟ هكون بعمل ايه ولا جاية عشان مين؟ أكيد عشانك. هو حضرتك مفكرة اني قاعد تحت امرك ومستني منك العطف؟ انت بتتكلم كده ليه يا أحمد؟ كأنك بتقولي ارجعي مش بتكمل في الكلام. انا فعلا قاصد انك ترجعي، وزي ما تخليتي عني انا كمان بتخلى، ومش قاعد لمزاج حضرتك. وقت ما تحبي ترجعي ترجعي، ووقت ما تمشي بتمشي. انت شايف كده؟ طبعا غزل كانت عارفة ان بسمة عندها كبرياء كبير وممكن تمشي فعلا وما ترجعش ولا تسامحه ابدا، علشان كده مسكت ايديها. بسمة، تعالي نرتاح شوية ونفكر. تمام. يعقوب وأنس كانوا جايين، وبعدين يعقوب سألها في اللحظة دي. بسمة، هي سما ما جاتش معاكم؟ لا. تمام، انا اسف على اللي حصل مني. حصل خير. الشباب رجعوا على الكوخ بتاعهم ويعقوب كان قاعد سرحان، وبعدين أنس زعق في أحمد بعد ما حكى ليه اللي حصل. حرام عليك يا احمد، ده احنا ما صدقنا انهم يرجعوا. استنى بس، احنا كنا رايحين كده كده ليهم من غير يعقوب طبعا، ويستاهل ان سما ما تجيش ليه. بالله عليك ماليك دعوه بيا خالص يا احمد، وخليني في اللي انا فيه. المهم ركز معايا يا انس. دلوقتي احنا لو قلنا ليهم ان الدنيا حلوه ومسامحين ويلا نكمل سوا، ممكن يرجعوا نفسهم ويندموا انهم جم وبعدين يمشوا من تاني. انما احنا لو قعدنا فتره نعاملهم بجفاء هنبقى بنختبر حبهم لينا، ولو هما صمدوا فعلا معانا ده معناه انهم راجعين بكل رضا لينا ومش هيسيبونا تاني. كلامك في وجهة نظر، بس ما تنساش المثل اللي بيقول إن كان حبيبك عسل. بس دلوقتي الوضع مختلف جدا يا أنس، لأن مع خالص الأسف إحنا مش بشر زيهم، فلازم نراجع نفسنا وهم برضو يراجعوا نفسهم. معك حق، بس أنا خايفة أخسرها من تاني. ما تخافش، لو بتحبك صدقني هتفضل معاك وهتتحمل، ولو مش بتحبك هتهرب منك حتى لو انت فيك قوة مليون مصاص دماء. في حين ان البنتين كانوا قاعدين بيتكلموا وبسمة مربعة ايديها بغضب وبتتنفس بضيق، فغزل بصت لها في الوقت ده. انا مش فاهمة حضرتك متعصبة ليه؟ احنا مفكرناش نتكلم معاهم مرة واحدة قبل ما نمشي، متوقعة ان احنا هنرجع نلاقيهم مستنيينا، بس برضو ما يتكلمش معايا بالطريقة دي. اعتبر يا ستي ده عشم وحب. وبعدين بصراحة بقى يا بسمة، احنا لو بنحبهم بجد هنتحمل زي ما هم اتحملونا ان احنا نمشي من وراهم. سما كانت صح، سما مش صح يا بسمة، وصدقيني هتلف لفتها وهترجع من تاني عند يعقوب. انا عايزة امشي من هنا يا غزل. بتحب احمد؟ هنبدأ تخلف اهو. هو انا يا ستي لو مش بحبه ايه اللي يجبرني ان ارجع هنا من تاني؟ خلاص، يبقى اللي بيحب يتحمل مرة واتنين وعشرة، ولو بقى اسوأ واحد في الدنيا. افرضي بقى اتجوز حدوده للمرة ال11، طالما حبيتي يبقى هتتحملي ال11 وال12 والمليون. بسمة ضحكت وقتها وحست ان كلام غزل صح. وتاني يوم كانوا طالعين على بره بيدوروا على اكل، وبعدين راحوا خبطوا على بيت الشباب، فيعقوب هو اللي فتح. احمد فين؟ نايم جوه. سما كويسة؟ ما نعرفش، ولو سمحت ما تسألش عنها. تمام، هي عايشة فين؟ بسمة قالت له على المكان وهو سابهم ومشي، فدخلت قعدت جنب احمد اللي مجرد ما شم ريحتها قام وقعد وفاق. اسم الله على الحلو لما يتخض. مالك؟ بتعملي ايه هنا؟ وبعدين انا مش قلتلك مش عايزة اشوفك؟ وانا ما اقدرش اعيش من غير ما اشوفك يا ابو حميد. بسمة بطلي دلع. خلاص دلعني انت يا اخي. وبعدين ده حتى بيقولوا ان ما كنتش انت تدلعني مين هيدلعني؟ انت عايزة ايه؟ عايزك طيب، وعايزة اكمل معاك عمري اللي جاي. الكلام ده مش هياكل معايا. اطلعي بره يا بسمة بدل ما نزعل سوا. كانت بتبص له بغيظ وبعدين طلعت لبره، في حين ان غزل كانت واقفة مع انس. نورتي حياتي بالحلال يا معلم. انت تقصد ايه؟ يعني مثلا الواحد واقف معاكي دلوقتي وحاطط ايديه على خده وخايف تقول اني بتقرب منك بطريقة مش كويسة. خلي قلبك انضف من كده معلش. برضو انا يعني اللي قلبي مش نضيف؟ ايوه. بدليل بقى ان حضرتك سبتيني. صح،
خلي قسوتك وحودك ينفعوكي. لسه هترد عليه لقيت بسمة طالعة وهي متعصبة جدا وزعقت: غزل اتفضلي يلا تعالي معايا، وما عدتيش تقولي لي جملة اللي بيحب حد بيتهبب بهباب. بس أنا ما قلتش كده، امشي قدامي. حاضر حاضر. مشيت فعلا معاها بعد ما شاورت لأنس، وفجأة بسمة زعقت فيها: بصي قدامك. خلاص بصيت. وعندي يعقوب وصل المدينة، وخصوصا مكان شغل سما اللي كانت قاعدة على المكتب، وكان في واحد واقف جنبها. مش ناوية بقى تفتحي لي الباب؟ قلتلك مليون مرة يا حسن أنا مش عايزة أتجوز. هعيشك ملكة. عايش نفسك يا سيدي وما تقرفش فيا. طب ليه طولت اللسان دي؟ على العموم أنا مسامح في سبيل بس إنك تفتحي الباب. رد في اللحظة دي يعقوب بنرفزة: هتفتح الباب ازاي يا أستاذ وهي أصلا على وشك تتجوز؟ أنا سما أظن مش مشكلتنا سوا اللي تخليك تخبي إن احنا هنتجوز. تبقى عبيط يا يعقوب لو فكرت في يوم من الأيام إني هقبل بيك. ممكن تطلعي برا نتكلم سوا بدل الفضايح دي؟ ماليش كلام معاك، ولو سمحت الزم حدودك. سما ما ردتش عليه، وهو راح أخدها غصب عنها وطلع بيها على برا، ومرة واحدة زقته وضربته بالقلم بنرفزة وزعقت فيه: انت جاي ورايا تعمل ايه؟ وبعدين مش اللي ما بيننا انتهى؟ عايز مني ايه تاني؟ من ده اللي نهاه. احنا ما بدأناش حاجة اصلا علشان تنتهي. وفي الوقت ده افتكرت اللي حصل وبدأت تعيط، فزعق فيها: ايه لازم تقوم منك ده بقى يا سما؟ انت ما حبيتنيش صح؟ اكيد انا لو ما حبيتكيش ما كنتش جيت وراك لحد هنا. سما انا حبيتك قبل احمد ما يحب بسمة وانس يحب غزل. يعقوب انت لو بتحبني بجد كنت جيت اتكلمت معايا وسبتني انا اللي اختار، مش اخترت تبعد من الاول. صدقيني الكلام غير الفعل، انا كنت في وضع غلط، وبعدين دايما احمد كان بيزن وبيقول لي ما ينفعش احبك. وانت جاي دلوقتي ليه؟ والمطلوب مني ايه بقى؟ تيجي معايا نكمل حياتنا سوا، لان ده اللي احنا نستاهله. مش عارفه اقولك ايه. مش لازم انت تقولي، المهم في الحوار كله انك تعرفي اني بحبك يا سما، ومستعده اكمل عمري كله معاكي. للاسف وانا كمان بحبك قوي يا يعقوب. ما رجعش الجزيره غير وهي معاه. عدى كام يوم وغزل كل ما تقول انها خلاص هتكون كويسه مع انس، يجي احمد يعمل تصرف غبي علشان ينتقم من بسمه، فهي وانس يتاخدوا في الرجلين. وفي يوم بسمه كانت قاعده على الشط وغزل قاعده جنبها. انا حاسه اني فقدت شغف في كل حاجه، عشان كده لو حابه انا مستعده ارجع معاكي. لا يا بسمه، انا عارفه ان احمد بيبهدلك اكتر. هو احنا مش لما بنحب حد بنبلع عليه الزلط؟ اعتبريني يا ستي ببلعه لاحمد، وربنا بقى يهون الايام دي. اللهم امين. اما عن احمد كان واقف وراها، وبعدين قعد جنبها وهي بصت له وكانت على وشك تعيط. بلاش بالله عليكي، انت بالذات المفروض ما تزعليش ولا تعيطي. على فكرة بقى محدش قدر يعمل معايا كده غيرك. ما يبقاش قلبك اسود وخلاص. تتجوزيني؟ منك لله يا احمد يا ابن ام احمد. طبعا موافقة. غزل وقفت تتنطط زي المجنونة، وبصراحة عندها حق، فجالها صوت انس من وراها: عاملة زي العبيطة كده ليه؟ اصل احمد طلب ايد بسمة، وده معناه ان احنا هنتجوز. وهو من العبيط اللي قالك ان انا زي احمد؟ قلبي. يسلم لي قلبك يا جميل. تتجوزيني بقى؟ طبعا اتجوزك، ولو ما كنتش قلتها كنت انا اللي هقولها لك. وفي اللحظة دي قرب منهم يعقوب مع سما، وكلهم اتفقوا على فرح كبير، وفعلا عملوا فرح في المدينة، والكل كان بيتحاكى بيه، حتى صحابهم اللي حواليهم استغربوا جوازهم جدا. أما عند صاحب يعقوب قرب منه في الوقت ده: تسلم يا صاحبي، سامحني يا يعقوب. ما ردش عليه، وخلص الفرح. وبعدين بدأوا حياتهم على الجزيرة لوحدهم، وكان كل واحد ليه بيت خاص بيه. وبعد مرور شهرين سما كانت بتعيط ويعقوب كان مخضوض جنبها، فأحمد جه في الوقت ده. في ايه يا يعقوب؟ سما حامل. وفيها ايه؟ طب ما بسمة وغزل حوامل. قام يعقوب وزعق في اللحظة دي: انت بتهزر يا احمد، دول ممكن يموتوا هما بيولدوا يا عم انت. طبعا احمد اتخض وما كانش عارف ان الموضوع كبير للدرجة دي. كل يوم بطنها كانت بتزيد بشكل اوفر، لحد ما جه يوم ولادة سما وبسمة وغزل. فقالت سما ليعقوب: هو انا كده هموت يا يعقوب؟ مش عارف. يعقوب خد بالك من ولادنا. هناخد بالنا منهم سوا. بحبك. وانا كمان. وعند بسمة واحمد: لو اتجوزت بعد هجيلك في الحلم واخنقك. يا شيخة تهدي بقى،
قال يعني هتموتي فعلا؟ أنا فعلا مت. ايه؟ مت فيك يا أبو حميد. وانا غرقان لشوشت فيكي. وعندي غزل، خد بالك من نفسك يا أنس. هاخد بالي منك حاضر. بحبك. وانا بموت فيكي. وجه وقت الولادة وكان صعب جدا عليهم، وكانت موجودة دكتورة بتولدهم، وفي نص الولادة اتفقوا التلات شباب على حاجة ودخلوا في اللحظة دي أوضة العمليات. سامحيني يا سما، بس مفيش حل غير كده، بانك مش هتعيشي بعد دلوقتي لو سبتك. وعند أحمد. سامحيني يا بسمة، مش هقدر اعيش من غيرك. سامحيني على اللي انا هعمله. وعند أنس. انا بحبك ومش هقدر اسيبك، لازم اعمل كده. وفي اللحظة دي بدأ كل واحد يحاول حبيبته. وبعد كذا ساعة فاقوا التلات بنات، وكانت بشرتهم بيضة جدا وازدادت بياض أكتر. فقرب يعقوب من سما. ايه اللي حصل؟ بقيتي 100 مش عايزة تشوفي بقى ولادنا. أنا اتحولت؟ ومطلوب منك تقعدي معايا لآخر يوم في عمري. مش عايزة تشوفي سما الصغيرة ويعقوب. لا، احنا اتفقنا أيلة وأيوب. اللي تشوفيه. وعند بسمة كانت حاطة ايديها على دماغها بتعب. صداع هيفرتك دماغي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا حبيبي، بس أنا حاسة بإحساس غريب كده. إحساس إيه؟ مش عارفة، ايدي كده بيضت يا شيخ، هاتلي كده المراية. وفعلا جاب لها أحمد المراية، وأول لما شافت بشرتها اتصدمت وقتها. يا لهوي، انت! بالظبط، أنا حولتك. وعملت كده ليه؟ مش هقدر أعيش من غيرك يا بسمة، انتي النفس اللي أنا بتنفسه. ولا أنا هقدر أعيش من غيرك يا أحمد، بحبك قوي. وعند غزل. مليون بحبك يا ولا على اللي انت عملته. يعني انت مش زعلانة مني يا غزالة؟ أزعل منك ايه؟ ده أنا ما صدقت إنك عملت كده. ضحك وقتها بخفة، وكل واحد قرب من حبيبته وقعد جنبها. وبعد مرور كذا سنة كان في أطفال بيجروا في الوقت ده، ويعقوب كان واقف بيزعق. أحمد، أنا مش هجوز ابنك البارد لبنتي، مش بمزاجك. وبعدين هقوم مخلي ابنك ما يتجوزش بنت أنس. هي بقت كده. أيوة، حقي وحقك. كانوا عايشين في مناقشة عشان الأطفال، ونقدر نقول إنهم أخيرا لقوا سعادتهم على الجزيرة. وقصص الحب اللي بدأت ما بين ابن بسمة وأحمد وبنت يعقوب وسما، وابن يعقوب وسما وبنت أنس وغزل، وأخيرا لقوا السعادة بعيدة عن كل البشر. وفي اللحظة دي قرب كل حبيب من حبيبه. كل يوم بتزيدي جمال. عيونك الأجمل يا يعقوب. بحبك بعدد سنين عمري وأيامه. وأنا كمان بحبك يا يعقوب، وكل يوم بحبك أكتر من اليوم اللي قبله، وبحبك كمان مرة. وعند أنس وغزل. بموت فيك يا غزالة، حليت سنيني وأيامه وبقيت عايش بتنفس حبك. وأنا كمان يا أنس مبسوطة قوي وأنا جنبك، وثمرة حبنا قدام عيوننا أهي بتتحرك وبتجري في كل مكان. شكرا إنك في حياتي. بحبك يا غزالة. وأنا كمان بحبك قوي يا أنس. وعند بسمة وأحمد. كل ما افتكر مناقشتي معاك اقول يا رب تسامحني. طيب. شرير. الله، وكمان بتقلش عليا؟ لا، وبعمل حاجة كمان. بتعمل ايه؟ بتحبي مين؟ بحبك. ابتسمت تلقائي اول ما قالها كده. اكتشفت اني بحبك من وقت ما جيتي هنا، بس انا ما كنتش عارف. بيني وبين نفسي كنت براقبك وبعمل حاجات غريبة جدا، وكنت بخاف اقولك، فكنت بداري كل ده بخناقي معاكي. بس لما قربت منك وعرفتك اكتر لخبطتيني. ما انت تلخبطي برضه يا بسمة، لكن اكتشفت ان اللخبطة دي غيرتني للأحسن، وبقيت بشوف الدنيا كلها بشكل تاني خالص، لاني بشوفها بعينيك انتي. بحبك يا بسمة. وانا كمان بحبك قوي يا احمد. وفيكي حتة طفولية بتخطف روحي وتجيبني. يا ورد لو اقطفه ليا الاقي الورد يعاتبني. عيونك في الوداع امي، وقربك في اللقا ابني، واحسك بس في الدنيا وناس وصحاب وتحويشة. يا سر اني لازلت سعيد وصابر لسه على العيشة. سعيد يومك يا مولاتي، يا صبح وطل في حياتي. شجر زهران امل ممدود، هوا عابر ندى في ورود. جمال ودلال هدوء وشرود، وكله في الخيال موجود، وكله في اللقا وارد. بحبك يا غزال شارد، يا متربية عفة وذوق. تبصي لفوق وايه يعني، ما حقك تبقي بصة لفوق.
ما دمت معاكي خدي راحتك، وطيري واجري في مساحتك، فصوص ألماس تراب تحتك، وقلب الناس رصيد مسروق. ما بعد سنين من التوهة ومن قلة أمل خدني، يشاء ربك يعوضني، وتيجي حياتي تمليها أمل وحنان. يا أجمل خطوة ببدأها، يا قصة مش مصدقها لحد الآن. بقى انت يا نجمة يا نقية، يا عالية يا صعبة يا عصية، بقى انت تفكري فيا، بقى انت تطيبي خاطري، وتيجي طريقي وتخاطري، وقلمك يمشي على سطري ويكتب أيوة قلبي معاه. تخيل حد مكتوبه يقابل واحدة مش طوبه، تشوف أحزانه وعيوبه وبرضه تقول له أنا قبلاك. يا حسن الحظ يا جماله، يا واحد ربنا اداله، عوض رب السماء على الأرض وشايفه ولمسه قصادي. جمال الحلم بعد كابوس، دخول الدهشة في العادي. مساء الخير يا كل الخير، يا أمسي وشمسي وبلادي، يا أصفاهم وأبدعهم، يا أحلاهم وأجدعهم، يا مفردهم وأجمعهم، يا 100 واحدة في روح واحدة. ما أقولش معاهم أقول معاهم. أتاري الدنيا فيها جميل وحلو عكس ما تقلل، وبختي الحلو مش ضايع، وكان وياكي متشلل. جيتلك بعد ما الأيام خدت مني وما ادتنيش، وكنت بعيش علشان لازم إني أعيش. جايلك مستوي من الناس ومن الأيام وعمايلها، لكن جوايا حتة نور حايشها القلب وشايلها. قطعة من البازل ناقصة علشان ايدك تكملها. ولحد هنا بتخلص قصتنا. اتمنى انها تكون عجبتكم.